السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. رجعت بعثة الأهلي بسلامة الله، وبكرة الفريق هيتمرن الاثنين، وهقول لكم كشف حساب شامل على كل أحوال الفرقة بالكامل، لأن مسألة مهمة قوي. المستشفى عددها زاد، والضغط الماتشات وقع لعيبة كتيرة، والمسألة إلى حد كبير فيها زنقة، بس هستعرض لكم التفاصيل بالكامل. بس عايز أقول لكم إنه بعثة بيراميدز بسلامة الله غادرت لواندا بعد حادث اللي كان تعرضت له في المطبات الهوائية، واضطرتها الظروف الجوية للعودة تاني للواندا، ورجعوا الفندق، وبعد كده تحركوا تاني مساء. إن شاء الله يوصلوا مع الفجر، وبإذن الله تعالى توصل البعثة بالسلامة. الزمالك فاز على بلاك بولز الموزمبيقي المتواضع. يعني مش بس احنا بنتكلم في بطولة الكونفدرالية ان هي بطولة، هي البطولة الثانية، مش تقليل منها ولا تضخيم من دوري الأبطال، بس هي البطولة الثانية، فبالتالي عدد المشاركين فيها أو مستوى المشاركين فيها أقل بكتير من المستوى اللي عليه فرقة الزمالك وفرقة المصري كمان. المصري تعادل بره الارض مع انيمبا النيجيري 1-1، وبقى سبق انيمبا بفارق نقطه. المصري في المركز الثاني ب6 نقاط، بيزيد عن انيمبا، وعنده فرصه المصري ان شاء الله في الجوله الاخيره يتاهل. الزمالك حسم تاهله بعد الفوز السهل على الفريق الموزمبيقي هنا في القاهره كمان، بناء على طلب البلاك بولز. وبقت الزمالك 11 نقطه، ضمن الصعود لل دور الثمانية. بيراميدز صعد هو الآخر، وبالتالي الحمد لله الفرق المصرية كلها ضمنت التأهل ما عدا المصري في الطريق إن شاء الله. الأهلي تأهل رسميا بعد ما الفريق الجنوب أفريقي أورلاندو بايرتس فاز على مضيفه الجزائري، أو ضيفه كمان، ضيفه الجزائري شباب بلوزداد بهدفين، وبالتالي أصبح فريق الأورلاندو ضمن التأهل مع الأهلي. الأهلي 10 نقاط، الأورلاندو 11 نقطة. مباراة القاهرة يوم السبت اللي جاي 6 مساء إن شاء الله تعالى تحسم مسألة الصدارة اللي بنتمناها تكون أهلوية بإذن الله. تأخر بيراميدز لغاية النهاردة لأنه هيجي صباح الاثنين، حط إدارة المسابقات في الرابطة في مأزق بالنسبة لمباراة الأربع. كان محطوط يوم الأربع الأهلي هيلعب مع الجونة في الدوري، وبيراميدز هيلعب مباراة في الدوري مع غزل المحلة. كده أعتقد عمليا هيبقى فيه صعوبة إنه بيراميدز يلعب مباراة المحلة يوم الأربع. هيبقى راجع الاثنين، ما عندوش إلا الثلاث. هل هيتم إجباره على إنه يلعب الماتش ولا هيتم تأجيله؟ هيتم تأجيله. دخلت في زنقة للي جاي ليه؟ لأنه إذا كنا بنتكلم على إنه ده الأربع، يوم السبت على طول زي ما الأهلي عنده مباراة أفريقية مع أورلاندو بايرتس، البيراميدز عنده مباراة مع جوليبا المالي في القاهرة برضو في نفس اليوم، يوم السبت اللي جاي. وبرضو على طول يوم الأربع الأهلي عنده فاركو وبيراميدز عنده زد في الدوري يوم الأربع، قبل ما يتقابلوا سوا بقى الأهلي وبيراميدز يوم 26 يناير. فأنت ما عندكش أي ميعاد تقدر تحط فيه مباراة بيراميدز والمحلة لو أجلتها، إلا أن بكرة ممكن يطلع قرار. أتوقع أن هو ده الحل، ربما أن مباراة بيراميدز والمنصورة في كاس مصر اللي هتبقى في 6 فبراير تقدر تأجل مباراة الكاس لموعد آخر، وتحط مكانها مباراة بيراميدز مع غزل المحلة، إن لم يكن المحلة مرتبط في الموعد مع مباراة أخرى. لكن أعتقد الحل الأقرب استبدالها بماتش الكاس. هنشوف إدارة المسابقات هتعمل إيه. الأهلي بكرة هيبدأ التدريبات على طول، يعني الحد ريح، هيتمرن الاثنين والثلاث هيدخل المعسكر استعدادا لماتش الأربع بإذن الله تعالى مع الجونة، والفوز فيها مهم لتعزيز صدارة الأهلي للدوري. إيه اللي حصل مع وسام أبو علي؟ النهارده نشر كتير وناس كتيرة بعدت تسألنا هو إيه اللي حصل. ناس بتقول وسام جاله هبوط على الطيارة. الحقيقة وسام جاله الهبوط ده في الدورة الدموية
في القاهرة. يعني دي الحاجة الغريبة، يعني نزلوا من الطيارة أول ما وصلوا مطار القاهرة، نزلوا من الطيارة وراكبين الباص الداخلي اللي بياخد البعثة أو بياخد الناس اللي واصلة من تحت الطيارة لغاية صالة الوصول. في الباص الداخلي تعب وسام وحس بدوخة، وبعد كده حس بهبوط وفقدان وعي شوية. الهبوط على طول الجهاز الطبي كان موجود، الدكتور أحمد جاب الله قام بالإسعافات الأولية، اداله مشروبات وقدر يستعيد على طول وعيه. بعد ما اطمن بعد المشروبات السكريات اللي اداها له، بدأ يطمن على الضغط، قاسله الضغط وقاسله السكر وقاسله الأكسجين، واطمن من كافة التحاليل على ان الامور تمام، وانه هو الراجل استعاد وعيه بشكل كويس وروح وريح النهارده، وبكره هيشوف نتائج التحليل ويطمن عليه الدكتور جاب الله. لكنه طبعا ما سابوش الا والراجل في احسن حاله، وتابعه النهارده على مدار اليوم، واطمن تماما الدكتور جاب الله على انه وسام ما عندوش اي حاجه، وتمرينة الاثنين هيكون موجود فيها ان شاء الله. اللي حصل ده يعني تفسير الاطباء انه غالبا نتيجة إجهاد شديد بذله الراجل. أولا أنت في تقلبات في الجو شديدة ما بين حر ورطوبة عالية هناك في أبيجان، والوصول إلى طقس بارد هنا جدا، في وقت مبكر كمان، الجو ساقع جدا بدري وأنت جاي من جو حر جدا. واضح جدا إنه التعب والمجهود اللي بذله في الماتش وفقد كتير من السوائل كلها اجتمعت مع بعضها علشان تعمل له هذا الارتباك في الدورة الدموية، علشان يحصل له هذا الهبوط. لكن الحمد لله الامور تمام وتحت الاطمئنان التام من الدكتور جاب الله. يحيى عطية الله خرج النهارده، خرج من مستشفى مصر الدولي بعد ما اجريت له جراحه في الوجه نتيجه للاصابه الشديده اللي لحقت به في مباراه سموحه، وكان حصل كسر في الوجه. خرج النهارده وروح البيت، وقدام يحيى كده حوالي شهرين كمان، حوالي شهرين من الغياب، يعني انساه لغاية مثلا نص مارس يبدأ يدخل في الفريق بإذن الله تعالى. هل إصابة يحيى عطية الله والتطويلة بتاعته ممكن تفتح باب لقيد علي معلول؟ المسألة متروكة فنيا لمستر مارسيل كولر. من الناحية التقديرية الكابتن الخطيب وكل مسؤول النادي عندهم تقدير كبير لعلي معلول، لكن القرار فني حسب الحالة اللي وصل لها علي معلول وفرصة استعادته لمستواه الكبير. علي معلول كمان بيحظى بتقدير كولر جدا، يعني أنا مش عايز الجمهور يبقى زعلان من كولر، لأنه ألاقي مثلا ناس كتيرة بتعلق هو كولر هيحكم النادي، هو كولر. يا عمي طول عمر الأهلي المدير الفني صاحب القرار الفني، والا ما كانش الاهلي وصل للي وصل له. ده ثابت من الثوابت، مش هتتدخل في شغل الراجل وتفرض عليه حد. انت بتقدم له المعلومه الصحيحه وبتقدم له الراي السليم وبتقدم له اللاعب المناسب اللي فيه، لكن مش هتجبره على حاجه، لانه الادرى بتقييم اللاعب وهو اللي هيحتاجه من عدمه. نتمنى ان شاء الله تعالى خلال الفتره القريبه اللي جايه يبت مستر مارسيل كولر في موقف علي معلول اذا كان فعلا شايف انه استعاد مستواه واستعاد حالته، وان شاء الله تعالى يكون اضافه قويه ويستعيد علي معلول مكانته الكبيره في الفريق. عمر كمال عبد الواحد اللي تخلف عن السفر وتخلف عن المباراه اللي فاتت، عنده اصابه في الكدمه في الركبه، كان المفترض انه بكره يكون موجود في تمرينة الاثنين. بكره هيقيم امره الدكتور جاب الله وهيعرض الموقف على مستر مارسيل كولر اذا كان هيسمح ليه بدخول تمرينة الثلاث ولا يستنى لبعد مباراة الجونة ويجهز لمباراة اورلاندو. ده اللي هيبان وهيستقر عليه بكره ان شاء الله تعالى. طيب طاهر محمد طاهر، الناس كلها بقت مش يعني بتسأل فين طاهر فين طاهر، وسبحان مغير الأحوال. الناس اللي كانت بتزهق من وجود طاهر وبتستعجل مشيانه، لكن طاهر شخصية محترمة جدا، شخصية محترفة قوي، قدر يفرض وجوده، قدر يحافظ على الثبات وشخصيته القوية جدا، وقدر يقاتل على فرصته إلى درجة إن الناس بدأت تسأل طاهر يرجع إمتى. الحقيقة طاهر متعطلة شوية، الإصابة بتاعته رخمة قوي، وبالتالي الالتئام فيها بياخد وقت، ما هياش سهلة، لكنه التأهيل بعدها سريع. فقول الراوند شهر، يعني في خلال شهر بإذن الله تعالى على منتصف فبراير يكون طاهر موجود في الفرقة بإذن الله.
اشرف داري برضو قلب الدفاع، الناس قلقت بعد ما كان الراجل رجع خد فرصته وبدا يشارك، الناس قلقت هيرجع امتى. الحقيقه الشد اللي عنده محتاج 3 أسابيع، يعني في الاسبوع الاول من فبراير ممكن اشرف داري يبدا يدخل باذن الله تعالى في الفرقه. الحمد لله الدنيا ماشيه كويس. ياسر ورامي نتمنى لهم كل التوفيق، لكنه من المؤكد بين قوسين مركز قلب الدفاع سيحظى خلال الفتره القريبه اللي جايه بتدعيم، سواء ممكن يكون من الداخل بمدافع جيد. المركز ده بالذات محتاج، لان انا ما بتكلمش على لاعب واحد، ده فيه 2 لعيبه، انت بتتكلم في سرد باكين. فانت يعني اشرف داري متعور، انت كده ما عندكش يوسف ايمن، واضح ان فرص استمراره مع الفريق ما تبقاش احسن حاجه. الاقرب عودته لناديه القطري، لكنه في كل الاحوال تدعيم قلب الدفاع اعتقد هيكون واحده من الاولويات لدى لجنه التخطيط ومستر مارسيل كولر. فاشرف داري قدام منه زي ما قلت لكم 3 أسابيع، يعني خلال الاسبوع الاول او الثاني من فبراير يكون موجود في الفرقه ان شاء الله. المغاربه سبحان الله، في جناح كده، جناح المغاربه في مستشفى الاهلي، رضا سليم رجع امبارح من المغرب بعد ما كان سافر عشان يجدد الباسبور بتاعه لانهاء اجراءات سفره الى النمسا عشان يخضع لجراحه تخييط الغضروف في غضروف الركبه، اللي على اساسه او بسببه هيغيب رضا مش اقل من 6 شهور كمان، فبالتالي بيخرج من القائمه في الفتره اللي جايه. والله أزمة الأجنحة ديت خلت الناس كلها تسأل فين محمد عبد الله، الجناح الصاعد اللي كان بروميسنج جدا وكانت الناس منتظراه. محمد عبد الله كان نزل بعد إصابته، كان بشد في العضلة الأمامية، نزل وعنده لهفة وعنده شوق، قرص جامد والجهاز قرص معاه جامد، قامت جاله شد في حتة تانية في الأمامية لكنه في مكان آخر. لكن الحمد لله خف منه من الإصابة التانية ودخل التمرينة مع الفرقة قبل يوم من السفر إلى أبيجان، لكنه ممكن يكون الفترة الجاية إن شاء الله تعالى موجود. حمزة علاء حارس المرمى اللي أتمنى إنه يبت في تجديد عقده، لأنه حارس موهوب وشخص محترم جدا وأهلاوي جدا وإضافة قوية، أفضل حارس في التصفيات الأولمبية ومن الحراس اللي كانوا بارزين في الدورة الأولمبية. عقده بينتهي، عنده عرض من احد انديه فرنسا في الدرجه الثانيه، عنده عروض محليه طبعا بلا شك، لكن في انتظار حسم امره. واتمنى انه يتم تجديد عقده ويتم بيعه او انتقاله للنادي الفرنسي عشان ياخد فرصه للاحتراف، لانه هو في سن مصطفى شوبير تقريبا، حرام هيفضل موجود على طول حارس ثالث. والشناوي ربنا يديله الصحه ويطول كتير معانا، الشناوي اضافه كبيره جدا لاي فريق اذا قعد او اذا انتقل. في كل الأحوال أعتقد مركز حراسة المرمى من المراكز اللي بقت عامرة بالعناصر الكفاءة الأهلوية طول عمرها في حراسة المرمى. حمزة كان عنده دور برد منعه من السفر مع الفريق إلى أبيجان، لكنه اتمرن مع المستبعدين طوال الفترة اللي فاتت وحالته كويسة. نسينا كريم فؤاد، والله نسينا كريم فؤاد من طولة الغيبة. يا كريم إن شاء الله تعالى ترجع، بدأ من امبارح المرحلة الثانية في التأهيل، العلاج التأهيلي بتاعه، لكنه قدامه مش أقل من 4 شهور، ممكن يكون في بداية شهر 5 يرجع كريم فؤاد للفريق بإذن الله تعالى. دي حالات اللعيبة ال10 بالكامل، طمنتكم عليهم واحد واحد، لكنه خلينا نحتفي بإمام عاشور. امبارح الفوز اللي حققه الاهلي بره الارض عادل رقم الترجي التونسي ل2 في اعلى انديه القاره فوزا خارج الارض. يعني الاهلي والترجي الاثنين ما شاء الله عدد مرات الفوز 35 انتصار خارج الارض في تاريخ دوري الابطال، رقم كبير للاهلي وللترجي. الترجي نسخته الحاليه نسخه قويه جدا، امبارح فاز بره الارض وواحد من الفرق القويه في هذه النسخه. فوز الاهلي الحقيقه القى الضوء على لاعب مهم جدا، اتمنى ان الناس تبدا صفحه جديده معاه، امام عاشور. امام عاشور الهاتريك، اللاعب امبارح قدم مردود رائع جدا وسجل ثلاثيه رائعه جدا، واثبت انه الرد على اي سخافات تحصل ضده المفروض تكون في الملعب. اعتقد ردك في الملعب يا امام
هو اللي يحرق اي حد ويحرج اي حد. مفيش رد يكون الا في الملعب بتركيز. سيبك من كل الدوشه اللي حاصله، سيبك من كل الدوشه. واتمنى على الاخوه بالذات في الاعلام الزملكاوي، وانا لما بقول اعلام زملكاوي واضح انه المساله كبيره جدا، شامله برامج كتيره في قنوات كتيره جدا لا تكاد تشعر مفيش فرق بينها وبين قناه الزمالك في الرساله والصوت والحماسه للزمالك والتحميل على الاهلي ولاعيبه الاهلي، عشان نبقى صراحه، لان الامر ما عادش ينفع يستخبى. المساله واضحه وضوح صريح جدا. امام مستهدف بشكل واضح من كتير من البرامج. وانا هنا بسال سؤال للزملاء وغيرهم حتى. هو نادي الزمالك عنده 3 لعيبه من لعيبه النادي الاهلي، منهم 2 من ابناء النادي ناشئين، اذا كان ناصر ماهر وهو لاعب جيد جدا، او احمد حمدي اللي بنتمنى له الشفاء. وعنده عبد الله السعيد اللاعب الكبير المحترف اللي جه من الاسماعيلي، وقت ما اتعرض عليه الزمالك قال لك لا اروح الاهلي، ولما اتعرض عليه في المرتين الاهلي واي حد كان بيختار الاهلي. لكن اوكي خلاص، عبد الله لاعب محترف وانسان ما حدش بيسمع منه عيبه خالص. بالحقيقه ما بيتكلمش لا بالعيب ولا بالوحي ولا بالحلو. يعني متهيألي ناس قليله جدا اللي تفتكر صوت عبد الله السعيد. هو لاعب محترف ومركز في شغله وبرافو عليه. لكن انا ما بشوفش الاعلام الاهلاوي ابدا لا بيحمل على عبد الله ولا بيسيء لناصر ولا بيطارد حمدي، ولا الناس بتذكرهم الا بالاحترام. امتى اعلام الزمالك يحترم امام عاشور؟ هيتقال لي اصله امام بيكيد وبيغيظ. بيرد. لكن خلينا نحط فول ستوب، كل واحد يحترم نفسه. ليه مش كل واحد يحترم نفسه مع امام عاشور؟ ليه ما تقدروش انه بيلعب في نادي كبير بل اكبر انديه الشرق الاوسط؟ من حقه يحظى بالاحترام والتقدير الكافي، وعليه ان هو يحترم الجميع. ما اعتقدش صعبه، لانه ما بتشوفوش حد مننا بيغلط لا في ناصر ولا في عبد الله ولا في اي حد. فاتمنى الناس تراجع نفسها شويه في منظومه الحته الاخلاقيه. جمهور الاهلي يعني عمال يسال على الصفقات، وبشوف انتقادات كتيره وبشوف غلط كتير. ولا يصح ولا يجب ابدا الجمهور تحت وطأة الرغبه في الصفقات ينسى كل اللي بيحصل. الاهلي محتاج تدعيم، طبعا محتاج تدعيم. الاهلي هيعمل صفقات باذن الله تعالى، هيعقد صفقات وحسب معلومات الصفقات قويه. امتى خلي الناس تخلص شغلها، لان الامور مش بالساهل. لكن النغمه اللي ماشيه في التجاوز والتجرؤ ده، انا بشوف ناس والله حد بعت لي بيعمل لي كشف حساب للكابتن الخطيب ومجلس الاداره، وانه نجح بنسبه كذا لانه دخل مش عارف 50 بطوله ما خدش منها الا 20. فتبدا تقول له ايه هي البطولات، تلاقيه حاسب لك كاس العالم للانديه انت تاهلت لها 5 6 مرات، كل مره حاسبها لك بالفشل لان انت ما كسبتش المركز الاول. للدرجه دي بقينا بنحاسب الاهلي والخطيب على انه ما فازش بكاس العالم للانديه، وبنعتبر عدم الفوز بالميداليه الذهبيه على حساب الريال، على حساب مان يونايتد، على حساب ليفربول، على حساب كل الناس اللي صعدت او شاركت في البطوله وخدتها. بيحسبوا ده فشل على الاهلي. شوفوا معيار الحساب في الاهلي وصل لفين. لكن هو ده الاهلي اللي رفع سقف طموحات جماهيره، واللي عبر عنه الصديق السعودي العزيز الاستاذ عثمان العضيبي، وهو واحد من النشطاء على اكس على تويتر، ودايما بيغرد بامتياز. بيوجه لي انا الشكر، شكرا جزيلا يا استاذ عثمان. لكنه ما يخص بيقول: كنت وما زلت وساستمر بالقول بان عناصر نجاح الاهلي المصري عبر 100 عام مضت كانت بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تنحصر في النقاط الاتيه: اداره رائعه وذات نظره، 2 جماهير مخلصه ومثقفه من داخل وخارج مصر تدرك وتعرف جيدا متى ولماذا وكيف تنتقد بكل حب وثقافه. وبيتكلم في الثالثه على وجود اعلاميين مثقفين بيحسبني منهم. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ عثمان. لكنه حتى في مساله النقد والمحاسبه انا بتكلم على الجزئين اللي قالهم.
إدارة واعية مخلصة لناديها، وجمهور محب جدا مثقف جدا غيور على ناديه. أتمنى إنه جمهور الأهلي يدرك جيدا، أو البعض منه، إنه محاولة أطراف أخرى هز العلاقة بين إدارة الأهلي وجماهير الأهلي دي مسألة جربت كتير قوي وفشلت، لأن الأهلي ملوش إلا جمهوره. والأهلي أشعر والله إنه ربنا سبحانه وتعالى في مواقف كتيرة جدا بيكرم الأهلي ويوفق الأهلي وبينصر الأهلي، لأنه سبب في سعادة ناس بسيطة كتيرة قوي الأهلي بالنسبة لها معنى حقيقي للسعادة في الحياة. إن شاء الله دايما يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا مليون 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 سلامة على وسام أبو علي، اللاعب الفلسطيني الموجود داخل النادي الأهلي، طبعا بعد حالة الإغماء اللي حصلت له طبعا في الطائرة أثناء عودة بعثة النادي الأهلي من أبيجان إلى القاهرة. وصلت بسلامة الله بعثة النادي الأهلي، ووسام أبو علي عملت شيك كامل على حالته في المستشفى وطمنوا عليه، لكن هيبقى فيه فحوصات تانية، لأن وسام أبو علي كانت حصلت له حالة إغماء تانية لما كان بيلعب في الدوري السويدي دور الدرجة التانية، وحصلت له حالة إغماء أكتر من 10 دقايق، واستعاد يعني عافيته والإفاقة كاملة داخل المستشفى. ففي مشكلة عند وسام أبو علي، هيتعمل النهاردة رسم قلب ويطمنوا على قلبه، لأن ده طبعا شيء غير طبيعي. أنت لاعب رياضي وأنت رياضي وكل الكلام ده شيء غير طبيعي طبعا إن أنت يحصل لك حالة الإغماء دي بالسرعة دي. طيب، هنتكلم عن صفقات النادي الأهلي، وهنتكلم عن إيفرتون دا سيلفا، وهنتكلم عن شوارف اللاعب الفرنسي ذو الأصول المغربية، وهنتكلم عن كل حاجة تخص النادي الأهلي. لكن ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها الحلقة هي الصلاة على الحبيب. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إبراهيم المنيسي بيفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف خريطة صفقات النادي الأهلي المحلية والعالمية. النادي الأهلي بيفاوض 4 لعيبة محلية اللي هم مصطفى زيكو والبنوبي ومصطفى العش ومحمود إسماعيل. ده بالنسبة للعيبة اللي الأهلي بيفاوضها الفترة دي. طيب، مصطفى زيكو اتكلمنا عليه كتير، يعني مصطفى زيكو احنا بنتكلم عليه من الصيف ان النادي الاهلي خلص كل حاجة مع مصطفى زيكو، ولكن كولر وعناد كولر هو قال لك انا مش عايز اي لاعب محلي غير لما اجيب اللعيبة الاجنبية. دلوقتي الاهلي اصبح في حبل المشنقة. الاهلي دلوقتي عنده 4 لعيبة اجانب، او جميع اللعيبة الاجانب مصابة، منهم الرحيل ومنهم رفع القيد ومنهم الإصابة. الأهلي ما عندوش ولا لاعب أجنبي حاليا في القايمة يلعب بيه. أشرف داري مصاب، يحيى عطية الله مصاب، بيرسي تاو رحل، رضا سليم تم رفع اسمه من القايمة بسبب طبعا غضروف الركبة، هيقعد 6 شهور. الأهلي ما عندوش ولا لاعب يا جماعة. الأهلي أول مرة في التاريخ لعيب النادي الأهلي ما يبقى عنده سكواد ضعيف كده. سكواد النادي الاهلي حاليا ضعيف يا جماعه. مش عايزكم تبصوا لمباراه استاد ابيجان، انا مش عايزكم تبصوا للمباراه دي، يعني مباراه استاد ابيجان مش عايزكم تبصوا لها ولا عايزكم تحطوها في الاعتبار. مباراه انت بتتكلم في فرقه ضعيفه. الاهلي خلاص وصل لدور ال8 بدون النظر طبعا خلاص، لكن مباراه استاد ابيجان مش هي المقياس ان فرقه النادي الاهلي قويه ولا ضعيفه. الاهلي مش عارف يكسب في الدوري يا جماعه. الأهلي مش عارف يكسب في الدوري، دي مشكلة كبيرة في الموضوع ده. لكن عايز أقول لحضراتكم إن مصطفى زيكو والبنوبي هم أقرب الصفقات المحلية في الوقت الحالي للانضمام إلى النادي الأهلي. أقرب الصفقات المحلية في الوقت الحالي للانضمام إلى النادي الأهلي. كمان عايز أكلمك في قصة إيفرتون دا سيلفا اللي هيجننا معاه
شوية يوافق، شوية يبعد المفاوضات، شوية عايز فلوس اكتر، شوية انا مش هاجي بالشرط الجزائي، شوية لازم النادي بتاعي يستفيد. حاجات كتيرة جدا ايفرتون دا سيلفا بيدخلنا فيها، وده ده يدل عن بطء إدارة النادي الأهلي في التعاقدات وإدارة التعاقدات في النادي الأهلي. لأن موضوع ايفرتون كان خلص، ومنه لله كولر هو اللي وقف الموضوع، قال لهم اصبروا شوية. يعني منه لله كولر بصراحة. كولر كل صفقة النادي الأهلي يقرب منها يقول لهم اهدوا شوية اهدوا شوية. طب هنهدى لحد امتى؟ انت النهارده بتتكلم في 13، يعني انت بتتكلم النهارده في 13 يناير، يعني انت فاضل لك 17 يوم. انت هتصبر على ايه تاني؟ انت عايز تعمل سكواد قوي قبل شهر يناير ما يخلص عشان تكمل بيه الموسم. انت داخل دور الثمانية في دور المجموعات، وعندك مباراة قوية مع اورلاندو بايرتس يوم السبت اللي جاي تقريبا. فلازم النادي الاهلي يكون فاهم النقطة دي كويس، لازم يكون فاهم النقطة دي كويس. انا يعني بالنسبة كمان ايفرتون قريب وممكن يكون يتم الحسم في خلال ال 48 ساعة اللي جاية. قصة ايفرتون ممكن الحسم يبقى في ال 48 ساعة اللي جاية. طيب بالنسبة لشوارف الفرنسي ذو الأصول المغربية، ده أصبح قريب جدا أيضا، لأن اللي بتولى المفاوضات شخصيا كريم البلق. وانتوا عارفين كريم البلق طبعا ليه علاقات مميزة جدا بحجة انه كان لاعب كرة قبل كده، وكيل لعيب عالمي كريم البلق. هو اللي جايب القندوسي للأهلي، هو اللي جايب رضا سليم، هو اللي جايب أشرف داري، يحيى عطية الله. كريم البلق طبعا قطع شوط كبير جدا في المفاوضات مع شوارف. فالمفاوضات مستمرة. صفقات الأهلي متى يتم الإعلان عنها؟ خلال 48 ساعة أو 72 ساعة بالكتير هيتم الإعلان عن بعض صفقات النادي الأهلي. ممكن يكون صفقتين على الأقل أجنبية، ومنهم يكون في الصفقات المحلية. أنا مش بشكركم شكرا جزيلا إنكم استكملتوا معايا الفيديو للنهاية. أنا بستودعكم طبعا وبشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. يا ريت فضلا تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.